طيب بص اقول لك على حاجه واسمع الكلمتين دول من اخوك عشان ما تجيش تتسوح. هنا مفيش حاجه اسمها انا بعرف اشتغل كل حاجه، انا بتعلم بسرعه، انا عيل فهلوي ومخلص ومقطع، عشان هو هنا مش هيشغلك بفهلوتك. وحته ان انا هشتغل اي حاجه دي، في مديرين تشغيل واصحاب مطاعم خصوصا في مجال المطاعم بيلعبوا على النقطه دي، اللي هو انت تيجي تعالى اشتغل، انت متغرب، خد 1100 او 1200، اشتغل بالزياره تخلص تعمل اقامه على حسابك، وده طبعا مش قانوني، او يخليك تجدد زيارات تاني. والمعظم اللي احنا بنشوفه في مجال المطاعم، فانت احنا اللي بنديلهم فرصه ان هم يعملوا كده، فبتلاقي نفسك متغرب وما بتاخدش فلوس، فتقعد جنب اهلك معزز مكرم وفي بلدك احسن لك واوفر لك. دي حاجه. عايز تسافر الامارات، في حاجه بقى اسمها انت بتعرف تشتغل ايه، بتعرف تعمل ايه، مؤهلاتك ايه، خبرتك ايه، حد بيعرف يطور من نفسه. في ناس كانت موجوده، كانت اول ما جت هنا بتاخد 1000 و1200 وعملوا اقامه وعملوا 20 زياره على حسابهم، بس قدروا يطوروا من نفسهم ويخلعوا من المكان اللي هم فيه ويشتغلوا ويعملوا لنفسهم مجال، وده بيبقى بطل ومعلم من اكتر الناس اللي بتنجح في الموضوع ده. وفي ناس لا بتفضل زي ما هي، وفي ناس بترجع يا مولاي كما خلقتني. انما لو انت جيت هنا على حس الفهلوه والشطاره وانك انت اشطر واحد في الفصل، 10 ايام بالظبط من الزياره وهتبتدي تنزل على منشورات الجاليه وعلى جروبات الجاليه المصريين وحشين وانا نايم في الشارع ومش لاقي شغل. زي ما يكون ان معظم الناس اللي بتيجي هنا، وانا بقول لكم واقع، في كتير ناس بتبقى جايه من مصر. انت يعني في حد قال لكم ان مثلا لو انت جاي من مصر المصريين هناك هيشغلوك؟ لا، مفيش حد بيشغل حد الا نادرا وقليل، وانت محدش هيعرف يساعدك الا لما تكون انت مساعد نفسك. يعني انت لو انت بتكلم خالد، مش عايز الفيديو يطول، انت بتكلم خالد وبتقول له شوف لي شغل، طب انت مؤهلاتك ايه وخبرتك ايه عشان خاطر خالد يجيب لك مثلا شغل؟ فاهمني؟ فلازم انت تبقى مساعد نفسك عشان خاطر الناس تعرف تساعدك. وبعد كده نرجع نقول ده المصريين وحشين وانا نايم في الشارع وما لقيتش شغل. اعرف خبرتك ايه وامكانياتك ايه وسوق العمل هنا متطلب ايه، عشان لما تيجي هنا تقدر تلاقي فرصة عمل وتلاقي شغل.